هو اللي انا مستغرباه حقيقي ان في ناس لسه بتجيبها لحد النهارده من بره، ده غير سعرها بقى اللي مبالغ فيه قوي، عايزه ميزانيه واحده عارضه كليتها للبيع. يا ريت بقى سعرها غالي، وكمان بيبعتوها لنا كبيره وحلوه كده. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. قد كده اهو، قد كده اهو والله العظيم. وعيالي بقى استغلوا الموقف اسوأ استغلال. يا ماما الجو وحش، متقفيش في المطبخ، ايه رايك نطلبها من بره؟ قامت فوزيه اللي جوايا بقى صارخه وقايله لهم لا، مستحيل اجيبها من بره، استنوا بس عليا ساعه وهعملها لكم. جبت فرخه بقى حجمها كان 2 كيلو ونص، وانتي لو هتعمليها هاتي فرخه تكون اقل من كده في الحجم، او تقطعيها اكتر من 12 قطعه. انا كنت جايبه الفرخه 2 كيلو ونص زي ما قلت لكم، بس للاسف كنت مقطعاها 12 قطعه بس. نقعتها كويس ونقعتها في محلول النقع حوالي ساعتين او 3، وبعد كده صفيتها كده زي ما انتم شايفين في الطبق. وبعد كده عملت فيها فتحات كتيره كتيره، يعني اعملي فيها كميه فتحات كده حلوه بحيث ان هي تشرب من التتبيله. وتعالى اقول لكم على التتبيله. كوبايه ميه من الحنفيه عاديه خالص، ولا ساقعه ولا فيها تلج ولا اي حاجه، وعليها معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من البصل البودر، ونص معلقه من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من الشطه، ولو حابينها سبايسي زودوا الشطه شويه، ومعلقتين كده من الملح، وعليهم معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان بشرت عليهم شويه من جوز الطيب، ودي خطوه اختياري. وكمان هحط معلقه كبيره كده من بهار الفراخ، اي نوع بهار بقى انت بتستخدميه وبتحبيه. قلب بقى كل الكلام ده الجميل ده مع بعض، ومش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، الريحه رهيبه رهيبه، ونزلت بيهم على الفراخ كده. مش شرط خالص ان كميه الميه تكون مغطيه الفراخ، المهم ان تكون متبهره كويس، ويكون الفراخ مغزغزاها زي ما قلت لك ان فيها فتحات كتير، بحيث ان التتبيله تدخل في كل مكان. شربيها بقى كويس كده بالتتبيله، وحاولي تدخليها في كل حته، كل حته ما تسيبيش حته غير لما تدخليها في التتبيله. زي ما انتم شايفين كده، انا في حتت كده بلاقيها ما فيهاش تتبيله بقوم مدخله فيها، لان الطعم بيفرق جدا يا جماعه لما بتكون متبهره. سيبيها بقى في التتبيله دي مش اقل من ساعتين 3، ويا ريت بقى يبقى يوم كامل. انا هنا عملتها بالليل وتبلتها وحطيتها في التلاجة، استخدمها تاني يوم ان شاء الله. الخطوات اللي جايه بقى على قد ما هي كتيره على قد ما هي سهله جدا. في طبق كده حطيت كيلو من الدقيق، اي نوع عندك واي نوع بتستخدميه، مالكيش دعوه خالص باللي انا بستخدمه. وحطيت نفس البهارات اللي تبلت بيها الفراخ، وقلبتها كده زي ما انتم شايفين كويس. وجبت طبق تاني حطيت فيه حوالي 2 لتر ميه عاديه من الحنفيه. مش عايزه اقول لكم بقى الفراخ لما قعدت يوم كامل في التتبيله طالعه ريحتها عامله ازاي، ريحتها جميله جميله جميله، ريحه الثوم والبصل، ريحه البهارات بتاعه الفراخ، ادينا تيست عالي قوي. هبل الفراخ في الميه بتاعه التتبيله وهنزل بيها على الدقيق. ودي اهم مرحله بقى، ان انت ما تلمسيش الفراخ نهائي، ممنوع تلمسيها. بتخلي دايما ما بين ايدك وما بين الفراخ شويه كده من الدقيق، بحيث ان ايدك ما تلمسهاش نهائي. قلبي بقى الفراخ في قلب الدقيق شويه حلوين، يعني مش اقل من 5 أو 7 دقايق. كل ما بتطولي مده التقليب كل ما بتديكي كفر عالي قوي. شايفين بقى يا جماعه، شايفين القرمشه والحرمشه؟ ادخل بقى على الخطوه الثانيه، واللي هي يعتبر اهم من الخطوه الاولانيه. ايدك ما تلمس الفراخ في مصفى كده او في اي حاجه عندك مخرمه تخريم واسع، هتنفضي كده الفراخ فيها تنفيضه حلوه. معانا الطبق فيه ميه هننزل بالفراخ فيه ومش هنسيبها، يا دوبك هي تتبل كده وهنطلعها نصفيها، وهننزل بيها على طول في الدقيق مره تانية. قلبي، وبرده ايدك ما تلمس نهائي الفراخ. قلبي بقى تقليبه احسن من التقليبه الاولانيه. بصي بقى كل ما تقلبي كل ما الكفر يبقى عامل ازاي. بعد الفيديو ده مستحيل تدخلي مطعم تطلبي فيه فراخ بروست اي كان بقى، اذا كان مقاطعه او مش مقاطعه. على مصفى او شبكه حطي الفراخ بقى عشان ننفضها تنفيضه حلوه كده من الدقيق، علشان ما يتحرقش في الزيت. خبطها كده خبطتين 3 مش كتير، علشان برضو ايه، انا عايزه احتفظ بالكفر بتاعها زي ما انتم شايفين كده. بصي يا جماعه الكرمشه، بصي الحرمشه والقرمشه، تخيلوا دي هتطلع عامله ازاي. ولا تقولي لي بقى KFC ولا اي مطعم كلتي فيه بروست قبل كده. ودي اهم خطوه تطلع معاكي الفراخ بصي مقرمشه ومية مية. زيت كتير، وحله تكون غويطه، زيت يكون سخن قوي. بص انا اختبرته كده برشه دي ولقيتها بتفور، فقلت تمام كده هو كويس. لو حطيتيها في زيت بارد الكفر هيطرى وهيخلع من الفراخ، وهتبقى يعني مش عايزه اقول. كمان ما تحطيش كتير، يعني هما 3 أو 4 قطع بالكتير قوي، وما تلمسهاش خالص. ايدك ما تجيش جنبها، هتسيبيها اول 8 دقايق من غير ما تيجي جنبها نهائي. هتسيبيها، سيبيها ما تقلقيش عليها، بس اهم حاجه ان تكون غطسانه جوه الزيت. ولو الفراخ حجمها صغير النار بتفضل عاليه طول الوقت، لكن لو حجمها كبير بنخلي النار عاليه اول 8 دقايق بس، وتاني 8 دقايق بنخلي النار متوسطه، مش واطيه زي الرز ومش عاليه قوي. بعد 16 دقيقه بقى من القلي في الزيت استمتعي بقى، استمتعي بالبروست اللي بصي عمرك ما هتاكليه في مكان بره. ومهم برده ان انت لما تيجي تطلعيها تطلعيها على شبكه علشان تتهوى، وما تحطهمش فوق بعض ولا تغطيها، عشان لو حطيتيهم فوق بعض او غطيتيها دلوقتي هتطرى معاكي. وما تعمليش الفراخ كلها مره واحده، الجزء اللي تعمليه تقليه على طول، وعلى بال ما هي تتقلي تكوني بتعملي جزء تاني لحد ما تخلصي الكميه كلها. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الجمال. طب والله العظيم
انا جوزي لما جه من الشغل فكرني جايباها من بره وما كانش مصدق، وقعدت احلف له والله ما صدقش غير لما شاف الفيديو بعينيه. اخر قطعه كان عيالي بيصوتوا عايزين ياكلوا، مش مستحملين ومش مستنيين. علي بقى التست وقلي لهم جنبها بطاطس او اعملي لهم شويه رز ريزو. ويا رب تزوري النبي اللي حطيتي لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو يا قلب اختي. وهنا بقى سنسكت قليلا. بصوا الكفر ماسك ازاي يا جماعه، بصوا مقرمش ازاي، ولا حطيت نشا ولا حطيت بيكنج باودر ولا حطيت اي حاجه. طب اسمعوا انتوا بنفسكم، سامعين القرمشه، سامعين الكفر عامل ازاي. والله العظيم احلى من اي مطعم يعني كلت فيه قبل كده فراخ بروست. والقطع بسم الله ما شاء الله كبيره، لان انا جايبه الفرخه 2 كيلو ونص، وكمان يعني مستويه براحتها، والزيت نضيف، والبهارات والتتبيله انا اللي عاملاها، وكمان انا غسلاها بايدي في البيت. يعني مفيش احسن ولا اطعم من اكل البيت. شوفي لي بقى الدبوس قد ايه، شوفي لي بصي بسم الله ما شاء الله حجمه قد كف الايد. انا مستحيل اكل في مطعم والاقي الحجم ده. اكتر مكان في الفراخ بنلاقي فيه زفاره وبنلاقي فيه دم وبيكونش حلو. ونفتحه واوريكم من جوه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا التتبيله في كل مكان، الفراخ بيضه ولحمها ابيض، وكمان بصوا ده سخنه انا مش قادره امسكها، يعني هي سخنه ملهلبه. خشي لي بقى زوم ان كده وشوفي بقى الفراخ من جوه عامله ازاي. دي تتبيله يا جماعه مش دم ولا اي حاجه. بصوا مفيش العضميه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. خدت قد ايه معاكي يا ام عمر؟ خدت 16 دقيقه بالظبط، علشان الفرخه حجمها كبير. لو اقل من كده هتاخد معاكي من 12 ل 14 دقيقه. قطعه كمان من الصدر حجمها كبير برضو بسم الله ما شاء الله، وكنت قلقانه وانا بقليها بس اللهم بارك يعني ربنا ما كسفنيش. بص لحمها ابيض ازاي وجميل. كل اللي فيها دي تتبيله ليس الا الطعم وريحه بقى في حته تاني، في حته تاني والله العظيم. انا نفسي تجربوها بالطريقه دي، مستحيل بعد كده تاكلوها من بره. وهنا كنت حمرت لهم شويه بطاطس، ما ان الفرخه كان حجمها كبير فقلت خلاص بقى مش هعمل رز ريزو جنبها، واستكفيت بس بالبطاطس والكاتشب ومايونيز. لو انت لسه مكمله الفيديو معايا لحد دلوقتي فده معناه ان الفيديو عجبك، ففضلا يعني ادعميني باللايك ومتابعه للصفحه. كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جايه كتير.